بالعكس كان كل همي أن الدورة الثانية ما نقصش، وكان حافز باش نكمل في مستوى أحسن ونمشي للامتحان الوطني وأنا ثقة في راسي، حيث كان هو كل همي. جات الدورة الثانية اللي حاولنا فيها نجمعوا ما بين المراجعة ديال دروس الدورة الأولى وفي نفس الوقت دروس الدورة الثانية، لكن ركزنا على دروس الدورة الثانية بصفة أكبر. وهنا غادي نقول لكم كيفاش. اللي كنصحكم في هذه الفترة أنكم حتى تبقاو تكملوا الدرس الخاص بالدورة الثانية، تفهموه مزيان وتخدموا تمارين وداكشي، عاد تمشيو إلى شات لكم الوقت لدروس الدورة الأولى، أو لا تبقاو تحدوا شي 2 سوايع كل صباح تخدموا فيها دروس الدورة الأولى، واغتنموا العطل فأنكم تراجعوهم. ما تضيعوش العطل حيت غادي تندموا. طبعا ما كنقول لكم فوتوهم غير قرايه، لكن حاولوا باش اوموان تحيدوا عليكم، خصوصا في العطله البينيه الاولى، دروس ديال شي ماده. فاتت الدوره الثانيه اللي كانت اقصر واسرع من الدوره الاولى، واللي بدينا كنركزوا فيها اكثر على التوجيه ديالنا. بداو لي جورني بورت اوفيرت ديال المدارس، بحيث كل مدرسه كتعرف على طريقه التدريس فيها والافاق ديالها وداكشي، وهنا كنا غاديين مجموعين باش نتعرفوا عليهم. في هذا البيريود كيبداو يتفتحوا لي سيت ديال المدارس العليا، وفي هذه الفتره من الاحسن انكم تسجلوا في كل معهد او مدرسه فتحت، وكل شيء كان اونلاين يعني غير من الانترنت. ومن الاحسن تابوناو لهاد لاشين، حيت كل ما فتحت شي مدرسه كيعلنوا عليها ويوريوكم طريقه التسجيل بسهوله. وهكذا صارت الدوره الثانيه ديالنا باخر فرد في ماده الفيزياء، وتصورنا صور تذكاريه مع الاساتذه ديالنا ودعناهم، وتوادعت مع الاصدقاء ديالي اللي كانوا خوتي اكثر ما هما مجرد اصدقاء. وبدات ثاني مرحله اخرى، واللي هي لا بيريود بريباراسيون ليكزامان ناسيونال، واللي كانوا يدعموني فيها والديا بزاف. حاولت انني اهم حاجه فيها ما نستريساش بزاف، وفعلا داكشي اللي كنت مرتاحه فيها، وراني صورت لكم لقطات منها نخليهم فيديو بوحدو ان شاء الله. في ذاك النهار قبل الامتحان حاولت انني نراجع شويه في الصباح، وهنا غادي وقع اللي ما كنتش مستنياته، تهرسوا لي نضادر. واخا انا كنشوف مزيان بلا بيهم، ولكن كنت ديك البيريود فاش كنت نوجد كنت ولفتهم، وكنت خايفه ان دوك 3 ايام اللي غادي ندوز فيهم يبقى يوجعني راسي بلا بيهم. ولكن بابا ما قصرش من جهده معايا، الله يخليه ليا، ومشى جرى معايا باش صايبنا وحدين جداد غير سلاكيين. اما في العشيه ديال داك النهار حاولت نجمع كاع الكتوبه، واخا بقى عندي داك ستريس ديال انه واش كملت واش ما كملت. المهم حاولت ننعس الشيطان وجلست مع عائلتي حتى جا وقت النعاس اللي حاولت ننعس فيه بكري. فقت الصباح قبل ما يأذن الفجر وقريت 2 صفحات القرآن ديالي اللي كنت مواظبة عليهم هذا العام. من بعد ما صليت الفجر راجعت شوية القواعد حتى جا وقت الفطور. فطرت ولبست حوايجي وخديت الدعوات ديال الوالدية وخرجت نص ساعة قبل، ودوزت الحمد لله مزيان. ومر كل امتحان اللي كيسولني الجواب ديالي كان هو فات مزيان وصافي. النصيحة اللي نصحكم في هاد 3 ايام اللي غادي تدوزوا فيها ان شاء الله، ما تقصروش ونعسوا 8 ساعات السوايع ديالكم، حيت اهم حاجه هي التركيز. لذلك خصكم تكونوا شابعين النعاس قبل شي سيمانه، حيت راه الا ما جيتوش مركزين راه تقدروا تبقاو ديروا شي اخطاء اللي بانال ولا معنى لها. سالينا اخر نهار بماده العلوم اللي فوتناها نهار الاربعاء، ورجعنا لديورنا، وتما حسينا بشويه ديال الراحه وبزاف ديال الهم شنو تابعنا من بعد. شحال غادي نجيب؟ في العشيه حاولت نجمع الروينه اللي كانت عندي في البيت، وحيدت شي حوايج كنت ملصقاهم في الحيط. جمعت الملخصات باش نخليهم قدامي حيت باقي غادي نحتاجهم في البريباراسيون. ومن بعد ما فات سيمانه جا وقت الاعلان على